السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون السائل اللي هنعمله مع بعض النهارده. عاملينه بطريقة سهلة جدا ومبسطة، عاملينه من نص كوب زيت. عملنا احلى صابون سائل، احلى كمان من بتاع الشركات. بجد روعة. شوفوا تقولوا عامل ازاي، بجد حلو قوي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. شوفوا التقل بتاعه عامل ازاي، روعه بجد. شوفوا تحفه تحفه تحفه، مفيش اجمد بقى من كده واحسن كمان من بتاع الشركات. شوفوا ايه رايكم بقى يا حبايبي، بجد روعه واقل تكلفه خالص. عاملينه من نص كوب زيت مستعمل، يعني حاجه احنا بنرميها، وصابونه بلدي. شوفوا الجمال، روعه. وهنشوف كمان التقل بتاعه. شوفوا انا هجيب شويه ميه كده عشان نشوف التقل بتاعه. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي، وهناخد شويه كده من الصابون. شوفوا تقولوا عامل ازاي، روعه. نحط شويه كده مش كتير. ومعايا حته سلكه عاديه خالص اهي ناشفه. رغوته بجنن. بصوا رغوته عامله ازاي، بجد فظيعه. مفيش بقى اجمد من كده، ولا تقولي بتاع شركات ولا اي حاجه. اللي احنا بنعمله في البيت مفيش اجمل منه. ايه رايكم بقى، رغوته عاليه. بصوا يستاهل بقى انتوا تجربوه، بجد روعه. وعاملينه بحاجات يعني موجوده في كل بيت. بصوا رغوته عامله ازاي. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي في الصابون اللي احنا عاملينه مع بعض؟ روعه. وشفنا الرغوه بتاعته عامله ازاي، جميله جدا جدا. ايه رايكم بقى؟ يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى صابون سائل مع بعض. بس قبل ما نبدا الوصفه نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معايا كده ربع كوبايه من الميه، دي ميه ساقعه. وده صودا قشور او بوتاس في بعض الدول، حجر تسليك المجاري، دي بوشار، كترونه. لو لها اسامي تانية ممكن تقولوا لي. هحط منها معلقه ونص. لحظه واحده، هحط اول معلقه اهي. تمام، هحط كمان نص، وهحط نص معلقه. تمام، يبقى تحطي معلقه ونص بوتاس او صودا. هدوبها كده كويس. طبعا تكوني فاتحه لو عندك شفاط افتحيه او شباك عشان الابخره اللي فيه. تمام، انا كده دوبته شويه وهسيبه لغايه ما يبرد خالص عشان نكمل بقيه الوصفه. هنجيب كده يا حبايبي اي علبه عندك تحط فيها بلاستيك او طبق بلاستيك. ده نص كوب من الزيت المستعمل، انا طبعا مصفياه. تمام، بعد كده هجيب الصودا بقى بعد ما بردت. ويا حبايبي انا حطيت نص كوب زيت مستعمل، وده الصودا بتاعتنا بعد ما بردت، لازم تكون بارده تماما اهو. وهبتدي بقى اقلبهم كويس، لازم تدمجيهم مع بعض. بصوا اصلا اللون بتاعهم غير ازاي. هقلب فيهم شويه انا بقى عشان وقت الفيديو، هقلب فيهم وارجع لكم تاني. بس بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي، لو واضح قدامكم. انا بقى هقلبهم وارجع لكم تاني. انا قلبت فيه كده لغايه ما تقل شويه، وركنته عقبال ما اصلي الفجر، لاني بعمل الوصفه دي في الفجر. فعقبال ما خلصت صلاه لقيته بصوا زي ما انتم شايفين تقل. انا لو سبت اكتر من كده هيبقى ايه زي صابون القطع. بعد كده هحط صابونه بلدي، دي صابونه بلدي. تمام، بحجم دي. انا كنت عامله معاكم الصابونه دي ودي. تمام، بس دي كنت حاطه عليها اللون اهو. تمام، ثانيه واحده بقى احط منها. واقلب كويس. بصوا يا حبايبي انا حطيت نصها والنص التاني اهو عشان اعرف بس اقلب، واقلبها برضو كويس. بصوا يا حبايبي انا هقلب بس بالمعلقه كده. انا كنت عامله معاكم وصفه قبل كده زي دي، بس كنت عاملاها تقريبا بكوبايه زيت. بس انا كنت حاطه بشر صابون زي ده،
وكنت حاطه كمان كوبايه مسحوق. هنا مش هحط مسحوق في الوصفه دي، هحط الصابونه بس. تمام. انا كده هسويها وبعدين هركنها. طبعا متحطهاش في حته فيها شمس خالص، هحطها تنشف لغايه الصبح ان شاء الله اوريها لكم عشان نكمل بقيه الوصفه. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. ده تاني يوم، انا سبته مركون كده لتاني يوم، وحطيت فيه وغطيته كده بكيس بلاستيك زي ما انتم شايفين. لحظه واحده، معلش يا حبايبي انا بحسب اللي انا بصور الكاميرا فصلت مني وانا مش واخده بالي. انا كنت بكسر وبتكلم عادي، فلقيت الكاميرا فاصله مني. كويس ان انا خدت بالي. بصوا هو نشف ازاي. هو نشف مني تاني يوم على الساعه 2 3 كده، لقيته ناشف. يعني انا كنت ناسيه اشوفه اصلا، شفته لقيته نشف خالص. فانا طبعا ما كنتش فاضيه الصبح زي ما انتم شايفين ناشف ازاي. فانا ايه بصور دلوقتي معاكم بالليل. فانت ما تسيبوش ينشف قوي عشان تعرفي تكسريه. يعني انت لو قعدتيه كمان يوم هيبقى عامل معاكي زي الصابون القطع. بصوا هو نشف قوي. انا هكسره كده كله وارجع لكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى عامل زي الصابون كده. لو سبتيه اكتر من كده هيبقى زي الصابون القطع زي ما انتم شايفين. بصوا هيدوب معانا في الميه. انا هجيب ميه وارفعها على النار عشان ندوب فيها كده يا حبايبي. انا كده حطيت الميه وسبتها كده قربت تغلي، وهحط فيها الصابون اهو. طبعا يا حبايبي تهدي عليه النار عشان ما يشطش منك، والتاني بتقلبي فيه كده ايديكي فيه. طبعا بقى عشان وقت الفيديو انا هقلب فيه كده لغايه ما يدوب خالص وبعدين ارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بصوا ده خالص اهو. قلبته كده بالمضرب لغايه ما داب. بصوا الصراغه بتاعته عامله ازاي اهو. انا حاطه كده الميه دي حوالي 2 لتر. بصوا انا هطفي عليه بقى وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا طفيت عليه النار وسبته هدي خالص. طبعا لما هدي خالص من السخونه الرغاوي كلها اختفت. وشوفوا التقل بتاعه عامل ازاي ولونه كمان تحفه. بصوا تقله عامل ازاي، روعه. التقل بتاعه حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. شوف احنا لسه ما عملناش فيه اي حاجه ولا زودنا له تاني ميه ولا اي حاجه، وتقله حلو قوي. انا هفضيه في طبق تاني عشان يعني يبقى واضح قدامكم. بصوا يا حبايبي انا هفضي في الطبق ده. لحظه واحده. بصوا انا فضيت شويه بس كنت عايزه اوريكم التقل بتاعه عامل ازاي. بصوا بصوا عامل ازاي روعه، ولسه ما زودناش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي انا حاطه فيه ميه عاديه خالص من الحنفيه مطرح الصابون. بصوا اهو من غير ما نحط بقى صابون سائل ولا اي حاجه. بصوا من غير ما نحط اي حاجه رغوته عامله ازاي تحفه بجد. هنزود هنا الميه كده العاديه دي. بصوا الطبق اصلا عامل ازاي من الرغاوي. بصوا يا حبايبي انا كده حطيت يجي لتر كمان ميه، وهنحط معلقه بيكربونات الصوديوم. تمام ونقلب. هنحط كده حوالي 3 معالق سكر ونقلب. برضو اي حاجه بنحطها نقلبها. طبعا السكر عشان يعلي الرغوه. معلقه ملح صغيره. عندك ملح ليمون حطي معلقه برضو صغيره. بعد كده يا حبايبي هحط كيسين من الاوكسي ده بتاع المواعين زي ما انتم شايفين كده. ده بريحه الليمون الاخضر، ريحته تحفه. مش عايزه تحطيه برضو مفيش اي مشكله، بس هيديكي ريحه حلوه قوي. لو عندك اي زيت عطري حطي. انا هحط الكيسين دول. ريحته بجد تحفه، هتخلي ريحه الصابون جميله جدا. كده انا حطيت الكيسين يا حبايبي. بصوا انا حطيت كده الكيسين وهنقلب. طبعا مش عايزه تحطي الصابون ده مفيش اي مشكله. بعد كده انا هحط لتر من الصابون السائل. انتي مش لازم أن تحطي لتر زي على فكره. انتي لو غسلتي من غير ما تحطي اي صابون سائل فيه رغوته جميله جدا. انا وريتها لكم بس انا بعلي الجوده بتاعته. بصوا هحطه كمان لتر. ممكن تحطي كوبايه واحده بس اهو. افضيه واحطه اهو يا حبايبي. هحط بقى الصابون. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي حطيت اللتر كله وهقلب.
طبعا انت اصلا لو ما حطيتيش اي صابون سايق قوته حلوه جدا، لان احنا حاطين فيها صابونه ايه بلدي. شوفوا تقولوا اصلا. بصوا يا حبايبي تقولوا عامل ازاي تحفه. ايه رايكم يا حبايبي؟ شوفوا تقولوا عامل ازاي روعه. طبعا احنا عملنا احلى صابون سايل. عملناه لو حسبنا كده احنا عملناه من نص زيت، نص كوبايه زيت مستعمل احنا اصلا بنرميه، يعني حاجه كده بنرميها ما اشتريناهاش. وحطينا معلقه ونص صودا. الصودا ده احنا لو جبنا توم بطاس واخدنا منه معلقه ونص مش هتاثر، هتعملي بيه كذا وصفه. وكمان حطينا صابونيه احنا برضو بنعملها، صابونه بلدي احنا بنعملها من الزيت المستعمل، يعني ما كلفتناش اي حاجه. انت ممكن ما تحطيش كمان اللي انا حطيته، ما تحطيش الصابون السائل ولا الكيسين الاوكسي، ممكن تخلي الوصفه كده عادي تمام، وهتبقى من معاكي زي الفل. انا طبعا زودت لها كمان صابون. احنا عملنا حطينا 2 لتر في الاول واحنا بندوب الصابون، بعد كده حطينا كمان لتر يبقوا 3، وحطينا اللتر بتاع الصابون 4، والكيسين الاوكسي اللي احنا حطيناه. الوصفه بتاعتنا خلصت. طبعا هو لسه سخن. انا هحط له لون، هنحط اللون. انا جبت لون اصفر طبعا بيبقى بودره، وانا بحطه في شويه ميه وادوبه طبعا عشان ما يكلكعش منك. هقلب كويس. تقيل جدا بصراحه. بصوا هحط كمان شويه لون. طبعا مش عايزه تحطوا لون برده مفيش اي مشكله، لو مش موجود عندك مفيش اي مشكله. طبعا انتوا عارفين عشان بس الفيديو. ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه. طبعا انا هركنه للصبح لانه هيتقل اكتر من كده كمان. هوريكم التقل بتاعه وهوريكم كمان الرغوه في اول الفيديو. تمام هوريكم برده التقل ده لحظه. يعني عملنا صابون سائل موفر جميل جدا. شوفوا تقولوا ولسه سخن زي ما انتوا شايفين كده عامل ازاي روعه بجد. ايه رايكم بقى؟ جميل جدا. عملنا كميه حلوه ولسه هيتقل اكتر من كده، ممكن تزودي تاني بعد كده. ايه رايك؟ بجد روعه. بنعمل حاجات يعني مش مكلفه خالص. وطبعا انتوا عارفين اللتر بكام دلوقتي بره، او اللي اشتريتي اللي هو بتاع الشركات غالي جدا. ايه رايكم بقى؟ احنا بنعمل حاجات كده موفره. ان شاء الله تنال اعجابك، ان شاء الله يعجبك وتدعي لي. ايه رايك؟ بجد حلو قوي. يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش باللايكات. ايه رايكم؟ بجد تحفه. عملناه من نص كوبايه زيت مستعمل وصابونه بلدي. شوفوا يعني مش مكلف خالص. انت لو حسبتيها تلاقيه مش مكلف خالص، هيوفر معاكي. يا ريت تجربيه بس والله حلوه قوي قوي. ايه رايكم بقى؟ يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.